السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم خالة خالتي جات تقدم لكم الرز على طريقتي انا، على طريقة خالة خالتي. على بركة الله ان شاء الله نبداو. هنا حطيت دي مورسو تاع الدجاج، ما تكون غير ظهر ولا جناح ما يهمش، باش من بعد نفتوهم يطلقوا منها بلوس. درت هنا حبيبه بصل كبيره والثوم تاني كونتيتي كبيره تاع الثوم والزيت بيان سور، ونزيد طوماطيش. انا درت هنا طوماطيش حوالي زوج حبات كبار. هاهم زوج حبات كبار رحيتهم، طلقوا لي الماء نحطهم. هذا الثوم راهو لداخل ماشي. بسم الله نفرغهم هكذا، بسم الله نفرغ هذا في هذا هكذا، بسم الله هكذا، بسم الله. نزيد نفرغ عليه شويه زروديه، حبيبه زروديه موين قطعتها رقيقه. نطيق انا نديرو هذا في هذا هكذا، بسم الله. ونزيد ندير عليه جلبانه شويه كونتيتي كيما هكذا، على حساب القدره تاعكم، على حساب افراد العائله. فوالا هاي لك، بسم الله. فوالا هكذا. وبيان سور التوابل لي زانغريديون هادو درت انا في التوابل. شوف درت فلفل عكري، فلفل كحل، راس الحانوت الاحمر تاع لاصوص حمراء، والملح. هذا واش انا ندير فيه. هذا الرز على طريقتي انايا هكذا، بسم الله هكذا. فوالا دوك هكذا راني درت هادو هما التوابل. نعاودوا المقادير. درت زوج حبه بصل مليحه موين، درت بصل والثوم كونتيتي على حساب الافراد العائله وعلى حساب القدره تاعكم. درت فيها شويه زروديه، درت فيها شويه جلبانه، مرسو تاع الدجاج ظهر وجناح كيما تحبوا، هذا يرجع لكم. درت لها شويه زيت بيان سور وتوابل، فلفل عكري، راس الحانوت الاحمر، وفلفل الكحل، وشويه ملح وملح على حسب الذوق. ومن بعد كي يتقلاو كامل باش نديروا لها الطوماطيش اون بواط، ومن بعد نرجع لكم. السلام. هاوليك الرز هاو يتقلى مليح، ما درتلوش كامل الماء، هذاك الماء تاع البصل وطوماطيش وكامل. شوف كيفاش راهو ما شاء الله. لا جربوا الوصفه غير موجهه. نقدر ندير هذا على هذا، اسمها رز على السالح. فوالا اونتر بارونتيز، ما قلت لكمش درت مغرفه تاع زعتره، مغرفه تاع قهوه زعتره باش يطلق بالنا مليح. دونك هنا كي راه بدا يطاب كامل نزيد له مغرفه ونص تاع طوماطيش اون بواط، تاع مغرفه ونص تاع قهوه. هاي بسم الله. هاي لك درتها في الماء سخون، حليتها ودوك نديرها هكذا. فوالا نحركها مليح. سمحوا لي تصغر الكاميرا هكذا. ونخلطها ونزيد نخليها تتقلى مليح معاها باش نمرق لها بالماء سخون بيان سور. هاي لك. فوالا هاي لك. خليها تدخلها طياب مليح. فوالا ونوري لكم كيفاش غليت الرز على طريقتي تاني. هاوليك الرز نشف، دوك نديرلو ما سخون. شوفوا شحال حنديرلو، ما ديروش بزاف، بسم الله. فوالا شوفوا، فوالا هكذا بكبك ماشي حاجه، باسكو هذا ماشي شوربه ولا باش يجي فريمون مفروز. هكذا نحركو شويه، غير هكذا شويه. دوك يبقى شويه ينشف ونرميو الرز ان شاء الله هكذا كيما راهو نرميو الرز. حاول شوف ما شاء الله كيش راح. شوفوا المرقه هاني درت لها الماء وحوالي واحد زوج كيسان الماء، زوج كيسان ونص باش طيب بيان هذيك لاصوص جو فو دير لي الطوماطيش والبصل والثوم باش فريمون يطيبوا مليح، باسكو مرقنا من الاول غير شويه باش فريمون ما تجيش صامطه. انا مرقت واحد زوج كيسان ماء بصح ما سخونه. فوالا دوك غير تبدا تنشف شويه نطفيو عليها باش نرميو عليها الرز. هيا ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله باذن الله. الرز كنت غليته في الماء، بون قبل ما غليته شلته مليح، نحيتلو كامل لاميدون هذاك النشا تاعو وخليته. ومن بعد غليته حطيت الماء بارد في بارد، في الماء درت الماء الملح شويه زيت وحطيت الرز. درت كونتيتي كبيره تاع الماء، انا ما نديرش هذاك اللي يديروا واحد وزوج الماء، ما نديرش انا نعسو 8 ا 10 مينوت نخليه، ومن بعد نصفيه ندير له الزيت باش يكون على حبه. هاوليك شوف كيفاش جا، الله يبارك. هاي لك. فوالا
شاء الله تجربوها ان شاء الله وتعجبكم ان شاء الله، حتى نكملوا لاصوص طيب ونوريكم كيف النتيجه الاخيره ان شاء الله. ها هي لاصوص وجدت. كنت فتت لهذاك الدجاج درنا لك عكاص هذوك وسيدها. هاي ليك، ها فتت هذاك الدجاج، هاوليك. شو ما شاء الله كيفاش جا، شوف كيفاش تجي المرقه، تجي الشورورو. فوالا دوك نرمي الروز ونقدمو في في الصحن التقديمي ان شاء الله ونوريه لكم. ها هي النتيجه تاع الروز وجد. هادي راه في الطنجره، هو في الصحن التقديم. ها هو، هاوليك شوفوا كيفاش جا، قدمته في الصحن التقديم. ان شاء الله تجربوه ان شاء الله وتنجحوا فيه. وكانوا الاخر لي زانغريديون تاعو بسيطين، تقدروا ديروه كل بيت، تقدر ديروا مكونات غير ماشي فريمون ما ياخذش بزاف المكونات، ويطيب بالخف فيت. وان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه ان شاء الله في حصه قادمه ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في الحصه القادمه ان شاء الله.